السلام عليكم إخوة حبايبي. في البداية قبل أي حاجة مليون مبروك لكل الشعب المغربي على جيل عظيم كبير جدا قادر على السيطرة على أفريقيا كلها، لقب مستحق عن جدارة واستحقاق. ويمكن النهاردة العزيمة المغربية كانت ضد السحر والشعوذة اللي عملوه مالي قبل المباراة قرروا انهم يدفنوا اشياء في المرمى ويروحوا يرشوا مية وعملوا حاجات كتيرة جدا زي ما احنا متعودين من افريقيا، وانتوا فاهمين الكلام ده. لكن العزيمة المغربية كانت هي الاهم، وهي اللي كانت كلمة السر مع تألق حارس كبير جدا بنتحدث عليه من بداية البطولة. هو الأفضل وهو اللي قاد المنتخب المغربي في المباراة اللي فاتت أمام كوتيفوار والآن أمام مالي. ولكن مش بس هو اللي قاد المنتخب المغربي، الجيل كله جيل جامد جدا. لأن لما نيجي نتكلم على تنفيذ ركلات الجزاء بالنسبة للمنتخب المغربي فما فيش ولا غلطة، كل اللعيبة حاجة زي الكتاب ما بيقول في التنفيذ. فالتنفيذ جيد، وفي حراسة المرمى حارس مرمى جيد يتصدى، تبقى النتيجة تبقى 4-2 وفوز المنتخب المغربي وتتويجه باللقب عن جدارة واستحقاق في بطولة ناجحة بكل المقاييس، ناجحة فنيا وناجحة إعلاميا. وكمان الجمهور اللي كلمة السر في كل شيء تلاقيه موجود في أي مباراة في أي شيء. منتخب المغرب بطل كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة. اضغط لايك واشترك في القناة كده وتعالى نبدأ في مباراة كان فيها تفاصيل كبيرة جدا، لكن تفضل تقول مرة ومليون العزيمة المغربية اللعيبة دولت مش أشبال، دولت أسود الأطلس رسميا. النهاردة احنا بنتكلم من بداية حراسة المرمى من عند شعيب العروش لحد لما تنتهي عند زياد بقى في الخط الأمامي، كل اللعيبه كانوا رجاله. النهارده انا بضحك قوي في الدقيقه 24 على هدف المنتخب المالي. طبعا هنلاقي عليه وجع دماغ، والاعلاميين انتوا فاهمين، وهيطلع يقول لك تم الغاء هدف صحيح 100%، وكان لابد من توجيه البطوله للمغرب. الهدف تم تسجيله من لاعب مالي في عصر الفار بيسجل هدف بايديه بالطريقه دي. يعني احنا في عصر الفار، ويعني المهاجم بيجري ما لحقش الكوره راح عاملها كده بايده دخلها جون. الحكم لما رجع للفار قال له يا ابني انت عبيط يا ابني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فطبعا في ناس بتاخد العناوين فقط لا غير. الهدف كان لمسة يد واضحة وصريحة، لكن شفنا بقى في التفاصيل وفي نهاية المباراة هي المباراة كلها عبارة عن تمركز دفاعي جيد جدا، ثم بعد ذلك ركلات الجزاء اللي محتاج تتفرج عليها. ركلات الجزاء تحتاج تتفرج عليها ليه؟ لان لما تشوف ركلات الجزاء لما يكسب الياس بالمختار القرعه ان هو يختار، فيقول لمالي لا خدوا انتوا اللي سجلوا الاول، خدوا انتوا سددوا الاول. وهنا بتبين لك قد ايه الثقه في حراسه المرمى وقد ايه الثقه في اللاعبين. يعني انت اللي كسبت روح سجل، يقول لك لا انا مش عايز اسجل الاول، انا عايز ابقى ردة فعل، انت وريني فعلك وانا اوريك ردة فعلي. فكان فعلهم بان بالعروش يتصدى للثانيه والثالثه، وكان ردة فعل من المنتخب المغربي واسود المغرب بانهم سجلوا كل الاهداف الرباعي، 4 تسديدات ب4 اهداف، وحاجه محترمه جدا. ويمكن هنا انت بتتكلم على جيل ال17 وجيل الاواسط ال20 والجيل الكبير واللعيبه المحترفه وكل الكلام. اعتقد ان بدايه حقبه للسيطره حرفيا على افريقيا. تقول لي انت بتقول ايه؟ انت مش من افريقيا ولا؟ انا بقول لك ان الامور واضحه وصريحه. محترفين في المغرب تحت 17 سنه مكسرين الدنيا، واخدين كاس افريقيا كاس افريقيا المغرب. تحت 20 سنه رايحين بطوله افريقيا في مصر طبعا، ووصلوا لكاس عالم منتخب الصباح. بص كل حاجه محترمه وجيل محترم جدا، فهنيئا للمغرب على هذا الجيل، ما شاء الله الله اكبر يعني.